المقارنه اتطلبت مني، وهم اكتر جهازين كانوا محيريني جدا، لان المنافسه اللي ما بينهم كانت قويه من حيث الشاشه ومن حيث الكاميرات. وصدقني لو انت شفت الفيديو ده للاخر فانت برضه هتعرف تختار ايه، خصوصا لان هم متقاربين من حيث كل المواصفات تقريبا، الشاشات والكاميرات ومعالجه الكاميرات، ودي كانت اكتر حاجه محيراني. في البدايه كده احب اشكر كل الناس الجامده دي والله على الدعم الجامد ده. والفيديو ده متعوب عليه، يعني لك ان تتخيل ان انا سايب الفاينل بمذاكره بكل حاجته قاعد بعمل لك في الفيديو. واليوتيوب نفسه كمان مش متوصي، حاططني في البلاك ليست من ساعه ما اتكلمت عن قضيه اخواتنا، مقلل لي الريتش خالص في القناه. فاللي هو انتوا كمان هتزقوا معايا الدنيا عشان اليوتيوب يبعد الحظر ده عني، بانك تعمل شير ولايك وسبسكرايب كمان في القناه عشان نحط حد للالجوريزم دي. ويلا من غير ما نضيع وقت كتير، انا احمد السيد، والنهارده هنعمل مقارنه ما بين الجهازين اللي محيرين العالم كله، الاونر 90 والفيفو في 29 اللي مش لاقي حد يربيه. الشاشتين اللي في الجهازين هنا متنافسين بشكل غريب، يعني انت عندك هنا الشاشتين من نوع اموليد، والشاشتين برضه مليار لون وبيدعموا ال 120 هرتز. شاشه الاونر 90 اصغر بفرق ملحوظ كده عن الفيفو 29، لان الفيفو 29 هنا جاي بحجم 6.78 من 100 انش، بينما الاونر 90 6.68 من 100 انش، او بيخبط في 6.7 من 100 انش. الكيرف اللي في الاونر 90 من الاربع الاتجاهات، وده اللي مديها انسيابيه جامده جدا، وده اللي لاحظته من استخدامي للاونر 9، وده بيخلي للجهاز عرضه اقل انه يتكسر لو خد خبطه جامده ووقع على الشاشه. وبرده شكل الكيرف ده بيخلي شاشه الاونر 90 افضل شاشه من حيث نسبه الاستحواذ، يعني هتحس انك ماسك موبايل كله شاشه في ايدك، الا لو انت بتكره شكل الكيرف ده فدي حاجه تانية خالص. ابعاد الفيفو في 29 1260 في 2800 بكسل بكثافه بكسلات 453 بكسل لكل انش، يعني دي اللي دقتها 1.5 كي. شاشه الاونر 90 بقى 1200 في 2664 بكسل و435 بكسل لكل انش، يعني في فرق موجود للفيفو في 29. بس هو احنا من امتى بنعتمد بارقام؟ تعالى يا عم ندخل على التجربه الفعليه على طول. لما تحط الشاشتين جنب بعض هتلاحظ على طول من الفرق كده ان شاشه الاونر 90 اضاءتها اعلى والوانها اهدى واحسن سنه بسيطه، وده برضه لان شاشه الفيفو في 29 1300 شمعه والاونر 90 1600 شمعه، وده هيفرق في استخدام الجهازين تحت اشعه الشمس برضه. وبرضه معدل حفظ العينين للاونر 90 لسه متفوقه فيه من اول ما ابتدت، مفيش شركه حاليا عرفت توصل للرقم بتاع الدبليو ام دي بي. فانا وكرأيي انا الشخصي هختار شاشه الاونر 9. خامات التصنيع بقى ما بين الجهازين، الفيفو في 29 جاي بتصميم من الزجاج مع فريم من البلاستيك، ده انا شايف ان الفيفو 29 يتفوق فيها، لان تصميم الاونر 90 جاي بتصميم من البلاستيك مع فريم من البلاستيك، وبلاستيك كمان خفيف. الجهازين جايين بسماعات مونو تمام. الفيفو في 29 جاي معاه شهاده مقاومه لبقع الميه الاي بي 54، الاونر 90 ما فيهوش تمام برضه، انما ما فيش ولا شركه من الاثنين تعلن عن طبقه حمايه، فده اللي انا مش هستحمله بقى. فخامات التصنيع اللي هيتفوق فيها هو الفيفو في 29. يلا بينا نتكلم عن الاداء. والفيفو في 29 جاي هنا بمعالج من شركه كوالكوم سناب دراجون 778 جي، ده معالج بدقه تصنيع 6 نانومتر مع معالج رسومي ادرينو 642 ال. اما بقى المعالج اللي موجود في الاونر 90 هو السناب دراجون 7 جين 1 اكسلريتد اديشن، ده معالج بدقه تصنيع 4 نانومتر ومعالج مصنوع مخصوص للاونر 9 مع معالج رسومي ادرينو 644. ونقاط المعالج ده على انطوتو متفوقه بشكل مش كبير قوي على السناب دراجون 778 جي، بس طبعا كدقه تصنيع وكاداء معالج فهو التفوق يروح ليه. والجهازين اول ما بتفتحهم من العلبه بيكونوا موجودين باندرويد 13 مع كل واجهه للجهازين، الماجيك او اس 7.1 للاونر 90 والفان تاتش 13 للفيفو 29. ومن تجربتي للماجيك او اس يعني اقدر اقول لك ان هي واجهه هتقضي الغرض، انما الكاستمايز اللي في واجهه فان تاتش كتير، يعني انت بتقدر تعدل على كل حاجه في الفان تاتش، وفي حاجات اكتر بكتير طبعا من اللي موجوده في الاونر 9. بس كسلاسه ما بين الاستخدام في الواجهتين دول هم الصراحه سلسين جدا. يعني لو نفتكر الفيفو في 27 كانت الواجهه بتاعته فيها مشاكل، المشاكل دي مش موجوده في الفيفو في 29. بس انا ميال اكتر ان اعدل على الحاجات اللي انا اقدر استخدمها من حيث شكل وكلام من ده، فان تاتش موجهه لي انا الكلام ده. اتمنى بقى ان الماجيك او اس في التحديث الجديد يضيف كاستمايز اكتر للواجهه بتاعتها، لان هي واجهه سلسه جدا برضه. تعالى
بقى نتكلم عن الكبيره يا معلم، ودي اللي هتتوب الفيفو 29. خلوا الاوبو رينو 10 دمروا، خلوا الريلمي 11 برو بلس دمروا، ما عادش فاضل له غير الاونر 90 والسامسونج اي 54. ولو عايزين نعمل مقارنه ما بينهم يا ريت تكتبوا لي في الكومنت برضه. بس هل يا ترى اللي هيتفوق في المقارنه بتاعه الكاميرات مين؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. العدسه الاساسيه في الفيفو 29 50 ميجا بكسل، الاونر 90 عدسه 200 ميجا بكسل، وتقريبا خد لقب افضل سنسور 200 ميجا بكسل في الفئه المتوسطه. بس تعالوا نشوف بقى الصور اللي بالسنسور الاساسي ما بين الجهازين دول ومعالجه الالوان. والصور اللي طالعه من الجهازين تحسهم طالعه من جهاز واحد، بس فرق المعالجه ده بقى ما بيظهرش غير لما تضغط على الجهازين. يعني مثلا الصوره دي والصوره اللي قبلها كانوا تحسهم نفس الجهاز هو اللي مصور، مع ان طبعا الفيفو في 29 بيميل ان هو يفتح الصوره اكتر ويعلي السطوع بتاعها. بس لو جينا نبص للصوره دي هنشوف الشمس عامله ازاي في الفيفو في 29، وطبعا على النقيض تماما في الاونر 9. وفي الصوره دي بقى يظهر ان الفيفو في 29 على الله حكايته. طب ليه انا بقول لك كده؟ بص على الورقه اللي فوق هنا دي، شوفها هنا وشوفها في الفيفو في 29 عامله ازاي. انا عايزك تكون معلي الجوده دلوقتي عشان الفروقات اللي هتظهر مش هتكون غير وانت معلي الجوده. الصور اللي جايه دي بقى انا سايبها عشان اعرفك حاجه. احنا كنا بنقول على الاونر 90 ان هو بيزود الالوان من عنده، فتحس ان الالوان اللي فيه فاقعه بزياده. بس بقى لما حطيناهم جنب بعض اكتشفنا ان الفيفو في 29 هو اللي بيزود الالوان اكتر من الاونر 9. يعني شوف اللون الاحمر هنا في الورده دي عامل ازاي، وشوف في الصوره دي برده عامل ازاي. اللون الاصفر فاقع فيها بس تفاصيل رايحه اكتر ناحيه الفيفو في 29 في الصوره دي، والصوره دي كمان نفس النظام، تفاصيلها باينه اكتر في الاونر 90 والفيفو 29 مزود السطوع فيها. فهتلاحظ وانت ماشي ان الفيفو 29 بيحاول يزود سطوع الصوره ويزود في حده الالوان نفسها. يعني مثلا لو جيت تشوف الصوره دي بالذات هتلاقيه مزود الالوان بزياده عن الاونر 9. والصوره دي برضو نفس صوره الشمس اللي فاتت. هتلاحظ ان الضوء لاسع جدا في الفيفو 29 ومعالجه الصوره في الاونر 90 احسن منها. التصوير البورتريه بقى انا مش هتكلم فيه، هي باينه الفرق واضح اساسا. يعني شوف هنا اللون الاسود عامل ازاي، اللون الاسود هنا عامل ازاي، شايف البهتان ده مزود السطوع والصور باهته فيه. حتى البورتريه نفسه الوضع بتاعه احسن في الاونر 90. ندخل بقى على العدسه الالترا وايد وهي نفس النظام، التفاصيل في الاونر 90 اكتر بس الالوان فاقعه زياده في الفيفو في 29. ودي حاجه انا استغربت منها جدا. يعني احنا كنا بنتكلم عن الاونر 90 اول ما ظهر كنا بنقول ان هو بيزود الوان كتير من عنده، الالوان دي ما كانتش بتكون طبيعه الصوره الحقيقيه. الفيفو في 29 جه وعلى عليه كمان. الصور دي بقى بالمقارنه مع الاورا لايت وهي شغاله عشان نشوف الاورا لايت هتفرق في التصوير ولا لا. وطبعا واضح ان هي فارقه في التصوير من حيث الشخص اللي بيتصور. واضح ان الاونر 90 مزود تجميل الاشخاص. يعني هتلاحظ فرق التفاصيل في الفيفو في 29 والاورا لايت شغاله غير التفاصيل اللي في الاونر 90، وتحسين الوش نفسه شغال. بس هي كلوك برضو من وجهه نظري انا الشخصيه وده هنختلف فيها، انا عارف، انا شايف ان تجميل الاونر 90 كويس، الصوره نفسها كويسه برضه. حتى والاورا لايت شغاله في التصوير الليلي مديه ميزه للفيفو في 29. يعني مثلا لو جينا نشوف الصوره دي، شوف البورتريه هنا في الاونر 90 عامل ازاي، الخلفيه اللي ورا، وشوف الخلفيه اللي ورا في الفيفو 29 عامله ازاي. هي مش محتاجه الفيفو 29 يكسب وبفضل الاورا لايت في النقطه دي، بس معالجه الضوء بتكون كويسه اكتر في الاونر 9. بس باين من الصورتين دول ان معالجه الضوء الساطع قوي في الفيفو في 29 احسن منه من الاونر 9. يعني شوف الصوره دي وشوف الصوره دي كمان. ده بقى التصوير الليلي في الجهازين. وبرضه نفس ما كنا بنتكلم عن السنسور الاساسي في الفيفو في 29 بيميل اكتر ان هو يفتح الصوره زياده عن اللزوم. على العكس كده بقى المعالجه اللي في الاونر 9 تفاصيلها واضحه في التصوير الليلي ومع ذلك محافظه على جوده اللون الاسود اللي هو مش مفتح الصوره قوي. الكلام ده يمشي على الصور كلها اللي بالتصوير الليلي. انا اكيد مش محتاج اقول لك انك اكيد لما وصلت لهنا هتكون عملت لايك. انا عارفك جدع وقدها. الكاميرا السيلفي بقى ودي انا سايبها للاخر عشان طبعا شبه ما احنا عارفين الجهازين جايين بكاميرا سيلفي 50 ميجا بكسل. بس عايزين نشوف ايه احسن سيلفي في الفئه المتوسطه. واضح طبعا ان الاونر 90 مفعل وضع التجميل شويه عن الفيفو في 29 والتفاصيل رايحه اكتر ناحيه الفيفو في 29، بس معالجه الالوان برضو رايحه ناحيه الاونر 9. وهي مش في كل السيناريوهات على فكره في الكاميرا السيلفي بالذات، لان مثلا لما نشوف في الصوره دي شوف اللون الاسود مظبوط هنا في الفيفو 29 مش مظبوط في الاونر 9، بس معالجه الضوء ككل في الاونر 90 مظبوط. يعني شوف لسعه الضوء اللي هنا في الجنب ده عامله ازاي وفي الاونر 90 عامله ازاي. هتلاحظ على طول ان معالجه الضوء في الاونر 90 مظبوطه اكتر منه من الفيفو في 29 ومعالجه الالوان كذلك، فدي حاجه ممتازه. ندخل بقى على تصوير الفيديو، ولازم انبهك ان في الفيفو في 29 في مثبت بصري هاردوير اللي في الاونر 90 سوفت وير. واضح طبعا ان الثبات رايح ناحيه الاونر 90 اللي مفيش فيه مثبت بصري. حتى برضو الاونر 90 لما تصور فيديو فيه اضاءه مختلطه بيكون برضو محافظ على نفس معالجه
معالجه الضوء الكويسه. لو جيت تبص على الكلمه اللي فوق هنا اللي منوره بليد وعلى نفس الكلمه في الفيفو في 29 هتلاحظ ان في فرق مهول. يعني احنا كده هنقول ان السنسور الاساسي وتصوير البورتريه والتصوير الليلي ومعالجه الالوان والثبات المثبت البصري في تصوير الفيديوهات هتروح للاونر 9. فاكيد ككل كنقطه الكاميرات هتروح برضه للاونر 9. واخيرا جهاز تفوق عليه يا جدع. سامحني. ولو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن كاميرات الاونر 9 وبتشتغل ازاي، كاميرا سيلفي وكاميرا مايكرو والترا وايد وكل اللي نفسك فيه حتى التصوير الليلي، فانا عامل فيديو مفصل شارح فيه كل حاجه، حتى العيوب اللي ممكن تواجهك في تصوير الكاميرا هتلاقيه ظاهر عندك في الاي اللي فوق دي او في اخر الفيديو تقدر تشوفه من هنا. البطاريات بقى، ودي تقريبا اخر حاجه نتكلم فيها من الحاجات المهمه. البطاريه اللي هنا 4600 ملي امبير بقوه شحن 80 واط للفيفو في 29، انما البطاريه اللي في الاونر 9 هي بطاريه 5000 ملي امبير بقوه شحن 66 واط. وانا شايف ان بطاريه الاونر 90 هي اللي فيها تفوق برضه من حيث ان الجهاز بيوفر في البطاريه وكمان سعه البطاريه اعلى ب 400 ملي امبير. طيب يا عم احمد، انت هتختار اي جهاز من الجهازين دول والسعر بتاع الجهازين ايه؟ بص يا عم، النسخه ال 256 جيجا من الفيفو في 29 تقريبا بحوالي 20000 جنيه. النسخه ال 256 جيجا بقى من الاونر 90 واللي تقريبا انا ما عدتش لاقيها هتبقى عامله حوالي لو لقيتها من 20 ل 21000 جنيه. النسخه الحاليه اللي متوفره ولقيتها على اغلب المواقع هي النسخه ال 512 جيجا واللي سعرها حوالي 24000 جنيه. لا اله الا الله، انا اول ما جبت النسخه دي كنت جايبها وغاليه كمان ب 21000 دولار، عامل فينا عمايله. ابص، لو لقيت النسخه ال 256 جيجا ومحتار ما بينها وما بين الفيفو في 29 انا شايف انك تختار الاونر 90. يعني معالجه الوانه كويسه سنه بسيطه، يعني هنقول سنسور الكاميرا كويس عن الفيفو في 29 مع ان الفرق ما بينهم مش كبير قوي، وفرق الاداء برضه للاونر 90 والبطاريه برضه للاونر 9. بس في مشاكل كده هتضايقك في الاونر 90 لو انت اشتريت، وهي مش مشاكل من الجهاز نفسه، مشاكل ما بعد الاستخدام، وده هتكلم عنها في فيديو لوحده، ولو شفته نزلت في المنتدى الناس تبعت لي المشاكل اللي واجهتهم في الاونر 90 عشان اتكلم عن المشاكل اللي واجهتني والمشاكل اللي واجهت الناس التانيه برضه. فانا لو هحط نفسي مكانك واخترت النسخه ال 256 جيجا من الاونر 90 والنسخه ال 256 جيجا من الفيفو في 29 اختار الصراحه الاونر 9. بس انا الصراحه مش شايف الفرق الكبير ما بين الجهازين اللي يخليك تفضل جهاز عن جهاز تاني. يعني لو اخترت الفيفو في 29 مش هتخسر حاجات كتيره قوي من الاونر 9، ولو اخترت الاونر 90 مش هتخسر حاجات كتيره من الفيفو في 29. فوالله اللي قلبك يستريح له. شوف انا عملت لك مقارنه اهو، قارنت لك ما بين كل حاجه، شاشات وكاميرات وصوت واداء وكل اللي نفسك. فخليك كده يعني، وتكون عامل لايك وسبسكرايب، ما هوش هبقى مطلع عيني كل ده واليوتيوب عاملها معايا، هتيجي انت كمان برضه هتعملها معايا. فبس كده يعني، كده اكون انا خلصت. ما تنسانيش بقى من الشير، اللايك، كومنت، سبسكرايب. اشوفك الفيديو الجاي اللي هنتكلم فيه عن عيوب الاونر 90. ولو عايز المقارنه الجايه تكون عن الفيفو 29 والاي 54 من سامسونج، يا ريت برضه تكتب لي الجمله دي في التعليقات. يلا سلام.